ريتش واقع يا جدعان. يا مساء الفل، ايه الاخبار؟ نصلي على النبي كده علشان ايه؟ نقول الازمه الجديده اللي طالعه للاهلي. طبعا احنا عارفين ان في شهر 12 كاس العالم للانديه، وفي شهر 12 برضو سوبر الابطال بنظامه الجديد. كاس العالم للانديه هينتهي 22/12، ملناش دعوه. بطوله سوبر الابطال هتبدا 23/12، ده لينا دعوه بقى. ليه؟ علشان 23/12 دوت يعني الاهلي وسيراميكا كليوباترا. تمام. طب دلوقتي ان شاء الله الاهلي لو وصل لنهائي كاس العالم للانديه، او لو وصل ان هو يلعب مركز ثالث ورابع زي ما حصلت السنتين اللي فاتوا، هيبقى ايه الوضع؟ اتحاد الكوره ليه ما بيركزش في الاجندات الدوليه والحاجات العالميه ديت؟ والله ان شاء الله لو بطوله وديه، بس الفيفا مش هتغير مواعيد كاس العالم للانديه علشان سوبر الابطال. انا ده من الحاجات العجيبة اللي لازم كل سنة يبقى اتحاد الكورة فيه حاجة. الاهلي حتى لو لعب تالت ورابع ما برضه، يعني هو النهائي بيبقى امتى والتالت والرابع بيبقى امتى فالاهلي هيكون بيلعب كاس العالم للانديه في السعوديه، وبعديها يروح على الامارات علشان سوبر الابطال. ففي مخمضه في الموضوع وفي عدم جاهزيه لحاجات كتير فايه، هنفضل كده لامتى؟ هنفضل كده لحد امتى؟ هنفضل في تضارب مواعيد واختلافات في حاجات كتير لحد امتى؟ هنفضل جمعة بالليل الاهلي وسان جورج الساعة 7. الاهلي هيلعب بارتياحية، كسبان 3 في ماتش الذهاب، كولر هيريح الناس، هيلعب بمزاجه. نتمنى ان بكرة حصيلة الاهداف تزيد، والتلاتة يبقوا 6 يبقوا 8، يعني ما بقولش 8 و6 في نفس الماتش، مع اننا نقدر يعني عادي. بس فربنا معانا، وان شاء الله بكره الاهلي يأدي ماتش جيد زي ما معودنا، ونشوف كورة حلوة، نشوف فن، نشوف بساط ولعب كده من اللي بيخلينا احنا كجمهور نستمتع. ما هو معلش انا مش هقعد احرق في دمي وخلاص. يكسب دمي كان محروق، فاستفدت ايه؟ مش مستفيد حاجة. فنخلينا كده ان شاء الله بكره نلعب ماتش تمام ونكسب واحنا مستريحين، وندخل بقى دور المجموعات ونستنى نشوف المجموعة هنقع مع مين، ونشوف مودست بقى. هنا يجي وقت مودست. سيبك من الدوري برضو دلوقتي، يعني اللي جاي ده فيه راحة ولا بالراحة على كل الفرق. بيراميدز بصفقاته، الزمالك بوقف قيده وترجيع اعاراته، الاهلي بالصفقتين 3 اللي عملهم، يعني دول المفروض الكبار، الثلاثة الكبار. الاسماعيلي ممنوع من القيد. ففي تخبط في حاجات كتير، في ان احنا ان شاء الله يعني هنشوف كورة ونستمتع. واللي بيتابعنا على اليوتيوب سبسكرايب ويفعل زر الجرس ويعمل لايك، واللي على الفيسبوك فولو ولايك وكومنت. يلا نشطوا لنا الدنيا شويه. ريتش واقع يا جدعان، ما ينفعش. تصبحوا على خير.